اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. ازيكم؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. ايه رايكم بقى في الايس كريم الجامد ده؟ الايس كريم ده انا عاملاه في البيت. ايوه، عاملاه في البيت. هقول لكم طريقته وتفاصيله وخطواته خطوه خطوه. شايفين قد ايه ناشف؟ شايفين؟ مش نافعه تتكسر ابدا بجد. هوريكم هنا السبب ايه، وهوريكم ازاي انا مبطناه وازاي عاملاه من جوه كانك جايباه زي اللي بتجيبيه الغالي قوي. يلا بينا على الفيديو بتاعنا. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا اوعوا تنسوني لايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. طبعا انا هنا مسيحة على حمام بخار 200 جرام من الشوكولاتة، وحط عليها معلقتين زيت. زيت من زيت المطبخ، بس زيت يكون كويس. تمام. وبعد ما دابوا خالص بالشكل ده، رحت عاملة ايه، دهنت كده زي ما انتوا شايفين البسكوت من جوه بالشوكولاتة. وبعد كده يا جماعة حطيت طرف البسكوتة من بره في الشوكولاتة زي ما بيكون جاي في الكونو الجاهز، اللي هو الايس كريم الكونو جاهز. طبعا الواحدة دلوقتي مبلغ وقدره يعني. لما تيجي تحسبي التكلفة اللي احنا عاملين بيها النهاردة الايس كريم ده، هقول لكم كل حاجة ان شاء الله في الفيديو بتاعنا. باول واحده كده خلاص عملتها ودهنتها كلها بالشوكولاته من بره من جوه، وعملت الطرف بتاعها. والتانية برضو كده بمنتهى السهوله خالص، هتلاقيها سهله معاكي خالص، وهيبقى بجد تحفه. وطعمها كان جميل جدا جدا. وكل اللي اكل من الايس كريم ده محدش صدق ان الايس كريم ده يا بنات انا عاملاه في البيت. انا عاملاه في البيت من عدا البسكوت. بس ان شاء الله باذن الله هعمل لكم برضو حلقه للبسكوت عشان يبقى عندك البسكوت وعندك كمان الايس كريم في البيت. تمام. مقادير سهله خالص وموجوده في كل بيت يا بنات. يعني المقادير سهله جدا جدا يا بنات وموجوده في كل بيت. هنا دهنت زي ما انتم شايفين التاني اهو بالشكل ده. ودلوقتي هعمل ايه، هدهن التاني كده. تمام. كمان هدهن واحده كمان كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بدهنها وبعد كده هحط برضو الطرف بتاعها بالشكل ده، بس هسيبها شويه كده لما تصفي بواقي الشوكولاته اللي موجوده جوه. طبعا يا بنات هعمل لكم ان شاء الله فيديو تاني برضو للايس كريم، بس الايس كريم ده انا بسميه ايس كريم الشتاء. لان بيبقى بارد مش سقعان. فهعمله لكم ان شاء الله باذن الله تعالى في فيديو قريب برضو. دلوقتي زي ما انتم شايفين كده، انا هعمل ايه، انا بكمل بقيه الايس كريم كده، بقيه البسكوتات بدهنها كده بالشوكولاته زي ما انتم شايفين من جوه، وبدهن الطرف بتاعها وبهزها شويه كده لغايه لما كل ده ينزل زي ما انتم شايفين. خلصت المقادير دي، خلصت خلاص البسكوتات. ودلوقتي هنبتدي ندخل على المرحله التانية. وانا عاملاه النهارده قلت لكم من غير عجان ومن غير مضرب كهرباء، عاملاه في الخلاط. حطيت كده ايه، حطيت في الخلاط كوبايتين من اللبن المتلجين، وحطيت عليهم ربع كوبايه من السكر، وضربتهم كويس جدا. بعد ما ضربتهم كويس جدا عملت ايه، حطيت عليهم معلقه من عسل الجلوكوز، وحطيت عليهم ربع كوبايه من لبن البودر، وخليت كل ده يضرب على النار كويس زي ما انتم شايفين كده. ودلوقتي هنزل بكوبايه وربع من كريم شانتيه. كوبايه وربع يا بنات، هنا ما بانش الربع كوبايه اللي انا حطاها، بس انا بقول لكم كوبايه وربع، يعني 100 جرام وربع. تمام. ده الشكل بتاع الخليط بتاعي. دلوقتي انا هوريكم انا هعمل ايه. دلوقتي انا عندي شوكولاته كده كنت بدهن بيها برضو زي الشوكولاته، يعني معلهاش اي اضافات خالص غير معلقتين زيت. هحط لها كده معلقه من اللبن وهدوبها خالص، عشان انا عايزه احط منها معلقتين كده يعتبر جناش، هحطه على نص مقدار الحليب اللي موجود عندنا. تمام. او الايس كريم اللي موجود عندنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. عندي هنا شوكولاته وعندي فانيليا. دلوقتي هعمل ايه يا بنات، دلوقتي هبتدي انزل كده بنص المقدار. هعمل بيه اللي هي القرطاس الحلواني لاستخدام مره واحده بالشكل ده واربطه. تمام. اللي هي العماعه اللي هي مره واحده دي جميله قوي يا بنات، جميلة قوي قوي. هعمل كده 4، هعمل 2 شوكولاتة و2 فانيليا. ممكن هنا يا بنات لو انت عايزة تعملي الايس كريم بالفراولة، هتحطي مكان اللبن تحطي كوباية من الفراولة. لو عايزة تحطي مثلا تعمليه بمانجا، هتحطي برضو كوباية مانجا مكان كوباية لبن. يعني هتحطي كوباية لبن ومكانها البديل التاني كوباية من العصير، عصير مثلا فراولة، عصير مانجا، اللي يعجبك يعني. تمام. او عصير موز. دلوقتي انا ببتدي حطيت كده في الاربعة، ودلوقتي هحطهم الاربعة في كيس حلواني كبير اللي موجود ده كده. وده ورق فوكيوم، ورق الفوكيوم ده والسلوتيب ده انا هلزقه على
هتشوفوه دلوقتي على البسكوتات بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، عشان اعمل حيز لما الايس كريم يطلع لفوق. تمام زي ما انتوا شايفين كده. طبعا عندك كريسبي صغير عايزه تحطيه حطيه، عندك مكسرات حطيها، كل ده على الوش من فوق بيدي طعم جميل قوي. وطبعا انا كنت هنا مسيحه شوكولاته كمان، الباقيه معايا مسيحاها على حمام بخار اللي هحطها على وش الايس كريم. طبعا يا بنات كده كل تفاصيل الايس كريم قلناها، لسه طبعا هنعبيه. ممكن ان انت تعبيه بالقمع واحد وواحد، يعني هتحطي كمية وكمية، يعني نص ونص. وممكن ان انت تعملي زي ما انا عملت الاربعة. حسيت ان الاربعة مع بعض مش ظريفة، هقول لكم دلوقتي بامانه، حسيتهم كده مش ظراف مع بعض، وحسيت ان انا ههدر خامات كتير قوي. فانا بقول لكم حطوا بالقمع واحد، يعني مره او مره، وهزيها بالراحه هتلاقيها تتظبط معاكي وتبقى زي الفل. تمام. هنا بحط كده الاقماع، انا حطيتهم كده في الكيس الحلواني، ودلوقتي هبتدي ان انا انزلهم في الكونو بتاعنا او في البسكوتات بتاعه الايس كريم زي ما انتم شايفين كده. بس هنا حسيت ان هما يعني بهدر كده خامة او بهدر ايس كريم كتير. لكن لا، هو لو محطوط في كل قمع لوحده وبتصبي بالتدريج هيبقى جميل وزي الفل، مش هيقولك لا. يعني مش هيقولك لا، او الشكل مثلا هيقولك حاجه، لا الشكل جميل جدا زي ما انتوا شايفين وطلع حلو قوي. يعني مش شرط ان انت لازم تشترطي ان انت تحطي من فوق 4 اتجاهات، لا، ممكن واحد وواحد، يعني جنب ونص ونص. انا بشوفه كتير جدا، ولما بنجيبه جاهز بيكون نص شوكولاته ونص فانيليا. هنا زي ما انتوا شايفين وقع مني وبجد اتبهدلت يعني. هنا طبعا دي بقيت الشوكولاته اللي عندي، حطيت منها على الوش كده، وكمان حطيت زي ما انتوا شايفين حطيت شويه من المكسرات. طبعا قلت لك لو عندك كريسبي حطي، لو عندك شوكليت شيبس حطي. كل ده بيدي طعم جميل قوي للايس كريم، وبيخلي طعمه حلو جدا. تمام. بيدي طعم حلو قوي. طبعا خلتهم التلاجة زي ما انتوا شفتوا كده معايا، وكنت حاطه عليهم كيس بلاستيك، لازم تغطيهم بكيس بلاستيك. وهنا طبعا انا بطلعهم، بطلع واحده ورا واحده زي ما انتوا شايفين، وبشيل منها الكيس البلاستيك. ما شاء الله شايفين، اللهم بارك، حاجه كده 10 على 10 يا بنات. حسيت كده ان الكوبايه كبيره قوي، فهجيب كوبايه صغيره ابتدي احطها فيها عشان ما تتبهدلش مني. ده كان كده شكل الكونو زي ما انتوا شايفين، وشكل الايس كريم اللي انا عاملاه في البيت. ايه رايكم بقى في جمالها وشكلها؟ شايفين ما شاء الله اللهم بارك. انا في الاولانيه ايدي كانت مرفوعه لفوق، فهنا نزلت ايدي لتحت علشان تشوفوا. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، شايفين الجمال؟ بجد بجد كانت تحفه، وطعمها جميل جدا يا بنات بامانه. اللهم بارك، بجد كانت الف هنا، ما شاء الله ما شاء الله، كانت جميله جدا، طعمها حلو قوي. بجد ما تتخيرش حاجه عن اللي بتجيبيه جاهز، ده كمان احلى وانضف كتير. مش هقول لكم ان كانوا مش عارفين ان انا بعمل ايس كريم، اتفاجئوا بيه وعجبهم جدا بجد، وكان طعمه تحفه. فانا هنا ابتديت احط كوبايات صغيره جنبي مكان الكوبايات الكبيره. انا كنت حاطه الكوبايات الكبيره علشان تمسك لي ورق الفوكيوم شويه، انما هنا ابتديت ان انا انزلهم واحطهم في كوبايات صغيره جنبي كده زي ما انتوا شايفين. هوريكم دلوقتي الشكل النهائي، بجد بجد كان جميل. المقادير بسيطه وسهله من البيت. يعني الكوباية الكريم شانتيه بتعمل لها 30 جنيه. طبعا اللبن موجود في كل بيت، السكر، اللبن البودر، كل دي حاجات موجودة في قلب البيت، ما بتشتريش غير الكريم شانتيه. ومعظم البيوت بيكون فيها الكريم شانتيه، وبيكون فيها كمان البسكوت سهل قوي ان انت تشتريه من اي حتة. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، بجد كان طعمها حلو قوي، وبتعمل معاكي كمية حلوة. ما شاء الله اللهم بارك، وطعمها تحفة بجد. شايفين؟ ما يتخيرش حاجة، وطعمها يعني بصوا انا هنا باكلها اهو بوريكم، وبوريكم شايفين الشوكولاتة اللي جوه، وكمان بكسرها ما بتنفعش تتكسر زي ما شفتوا معايا في اول الفيديو. اوعوا تنسوني في اللايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اقول لكم مع السلامة، واشوفكم في فيديو جديد. سلام يا احلى متابعين.